السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم ومرحب بكم معايا في فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده هنعمل وصفة حلوة خالص، هنعمل الحواوشي الاسكندراني بعجينة سهلة وخفيفة كده وهشة. وهتديكي نفس الطراوة اللي حضراتكم شايفينها معايا كده في الفيديو. مقاديره سهلة وبسيطة وموجودة في البيت. هنعمل حاجة بسيطة كده قبل رمضان زي أكلة الحبايب زي ما بيقولوا. انتوا شايفينه معايا اهوت، كانت عجينة حلوة خالص. او اول مرة اعملها معاكم بالعجينة في القناة عندي، انا عملته قبل كده في العيش معاكم. مقاديره عبارة عن ده كيلو دقيق منخول، ومعايا كوباية لبن دافية وكوباية مية دافية. اول حاجة هنحط اللبن وهنضيف عليه باكو خميرة. ولو جو دافي معاكي، لو جو صيف يعني بتحطي معلقة واحدة بس، معلقة خميرة واحدة بس عشان ايه ما يخمرش كتير. ومعلقتين كبار سكر. وطبعا معانا معلقة ملح صغيرة. خلاص كده هنقلب الخميرة بالسكر، وطالما عملت معانا الرغاوي دي يبقى الخميرة نشطة وكويسة. ومعانا ربع كوباية زيت. هنقلب الخليط كده على بعضه ونشوف، ونضيف المية حبة حبة علشان الدقيق بيختلف طبعا زي ما انتوا عارفين. زي ما ياخد الدقيق، المهم ان احنا ما نحطش المقادير كلها مره واحده. لو عايزه تعملي المقدار كله بالميه الدافيه ممكن تعملي بالميه الدافيه. العجينه بتاعته كانت حلوه خالص، ممكن تستعملها في اي حاجه تانية غير حشوه اللحمه. وهي ما خدناش الكوبايه، يعني هي خد معايا كوبايه لبن وكوبايه ميه وربع كوبايه ميه كمان. خلاص بقى هنسيب العجينه ترتاح شويه. بعد كده هنجيبها ونقطعها. بعد ما نجهز طبعا اللحمه المفرومه، اي كميه لحمه بقى تحطيها نص كيلو او كيلو. هنضيف عليها كميه البصل والخضار اللي انت عايزاها. اي كميه، معانا فلفل حراق اهوت. اي كميه خضار هتحطيها هتزود كميه اللحمه معاكي. وادي ملح وفلفل اسود وبهارات حواوشي ورشه جوز الطيب. دي كل البهارات اللي انا حطيتها. خلاص العجينه ارتفعت معانا اهيت واختمرت. هنقطعها بقى الرغيفة زي ما احنا عاوزين. عاوزة رغيف كبير، عاوزة رغيف صغير، حسب ما انت عاوزة بقى بتقطعيها. ممكن تقطعيها كلها قد بعضها زي ما انت عاوزة. وادي الرغيف التاني اهوت. نفضل نقطع بقى العجينة كلها قطعة واحدة. نلم العجينة كده. كانت سهلة وبسيطة والمهم يكون معاكي الدقيق حلو كويس كده. بتقولي للبياع انا عاوزة دقيق من هو بتاع الخبيز، بيديكي دقيق ملهوش عرق، يعني بيكون كويس معاكي في الفرد. ادي اول واحده قطعناها اهيت. بحط ايديا كده في شويه زيت وافرد. وطبعا اللحمه انا خدتها اديت اللحمه فرمه لوحدها. بعد كده ضفت عليها الخضار متقطع، اللي هو الفلفل والبصل وشويه بقدونس زي ما انتوا شايفين كده. وقطعت الكور اللحمه على قد كور العجين معايا. ابتديت افرد كده واحدة واحدة كده. يعني بدل ما نحط العجينتين فوق بعض، يعني الرغيف ده ممكن يبقى كورتين اتنين من دول يعملوا رغيف واحد. لا، انا لميت العجينة كلها في رغيف واحد وحطيت فيها اللحمة وعملتها كده زي السرة وسبتها تريح. وهكذا بقى هناخد كمان واحدة ونحط فيها اللحمة. ولو اللحمة كتيرة ممكن تخفيها، اللحمة بسيطة ممكن برضو تزوديها في ايدك، تعملي الحاجات دي كلها على حسب ما انت عايزة. دي واحدة تانية اهيت. هنحط كرة اللحمة فيها ونلمها كده زي الصورة كده ونحطها تريح شوية. خلاص كده بعد ما ريحت نبتدي نفردها بالطريقة دي. نعمل لها رسمة كده من على الجناب. عادي الرسمة دي بتروح، بس ايه علشان ونخرمها كده من فوق عشان ما تقبش معانا في الفرن. دي واحدة كمان اهيت. خلاص بقى احنا بنسواها على طول. بنضيف على الوش شوية بيضة كده بشوية لبن، ونمسحها مسحة كده بالفرشة وندخلها الفرن على طول. واستوت على درجة حرارة 200 وطلعت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. اللحمة ما كشتش اهيت عشان واحنا بنفرمها حطيت معاها بياض بيضة. وطبعا بياض البيضة بيخلي اللحمة ما تكشش معانا جوه العجين. بقت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده.
كانت عجينة سهلة وخفيفة وهشة اهي زي ما انتوا شايفين. يا رب يكون الفيديو عجبكم. وشكرا لحسن متابعتكم. ويا ريت تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.